تم أمس الخميس 11 أبريل إقالة المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكال الذي أحيل على التقاعد، وتم استخلافه بنصير شريد مدير عامة بالنيابة. ويأتي هذا التغيير الجديد بعد أقل من 15 يوما من رحيل المدير العام للتلفزيون العمومي توفيق خلادي الذي تم استبداله بلطفي شريد. واشتهر المسؤولان المفصولان بقربهما من سعيد بوتفليقة بدرجات متفاوتة، حيث كان توفيق خلادي صديقا حميما لشقيق الرئيس السابق، ولم يكن ذلك سرا. أما مع لوناكال فكانت العلاقة بدرجة أقل مع سعيد بوتفليقة الذي هو من عينه في هذا المنصب، كما يقول وزير سابق للاتصال. وكانت كل من التلفزة والإذاعة العمومية ووكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الوطنية للنشر والإشهار تتبعان إداريا لوزارة الاتصال، غير أنها تسير مباشرة من قبل الرئاسة. وجميع وزراء الاتصال الذين عملوا في عهد بوتفليقة يعرفون هذه القاعدة غير المكتوبة التي تم تأكيدها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ولم يعمل هؤلاء المسؤولون مباشرة مع وزراء الاتصال، حيث كان لهم اتصال مباشر ووحيد مع شقيق ومستشار الرئيس. ويضيف نفس المصدر منطقي أن يكون في قائمة المغادرين لاحقا كل من المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية ومدير وكالة النشر والإشهار.